سقعة يعني سقسقة. وبما ان الجو بدأ يسقع، تعالوا نسقسق في الشاي ونعمل احلى شوية بايش يستاهلوا بقكم. هو ملك السقسقة عموما، وكمان بيرمي معاكي كمية كبيرة جدا، اقتصادي، بياخدش منك اي تكاليف ولا وقت. كيلو دقيق واحد ارمي كمية محترمة وافطروا بقى اسبوع. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مقاديرنا. اول حاجة انا معايا كيلو من الدقيق، وفي الفيديو ده برضو هقول لكم الدقيق اللي انا استخدمته. معايا معلقتين كبار من الخميره الفوريه على كيلو الدقيق بالشكل ده. هنزل عليهم بمعلقه صغيره من الملح، هنزل عليهم بنص كوبايه من السكر 100 جرام. تمام، المقادير دي مظبوطه جدا يا جماعه، مخليه طعمه رائع. تعالوا بقى نحط عليهم معلقه كبيره من الكركم، بس الحقيقه انا ضفت معلقه تانية بس هي ما بانتش في التصوير عشان اللون ما كانش احسن حاجه. حطيت كمان معلقه كبيره من ريحه الكحك. تقدروا كمان تحطوا يعني على طرف المعلقه كده لون بودره الزعفران، هيدوكوا كمان لون حلو او ممكن يغنيكوا عن الكركم، بس هو ما كانش متوفر عندي فاستخدمت الكركم. الميه بقى هنزل بكوبايتين ونص من الميه، من كوبايتين ونص ل3 كوبايات حسب نوع الدقيق اللي انت مستخدماه. انا حطيت النهارده كوبايتين ونص كده، وزياده كمان ربع كوبايه من الميه، وحطيت كمان كوبايه الا ربع من السمنه على زيت. انا عامله خليط، حطيت نص كوبايه من الزيت وربع كوبايه من السمنه. مقدار الماده الدهنيه 150 جرام. وهبتدي ان انا اعجن كله على بعضه كده يا جماعه، هبتدي ان انا اعجن. عايز اقول لكم كانت العجينه جميله جدا ولينه معايا في ايدي، بس انا كملت عجن بقى في العجان عشان احصل على عجينه مثاليه. لو هتعجني على ايدك هتفضلي تعجني لمدة 10 دقايق، هتعجني في عجان مفيش 5 دقايق وهتلاقي العجينة بتاعتك تحفة. بصوا المطة دي يا جماعة، بصوا انا عجنت لحد ما حصلت على المطة الحلوة دي، والعجينة بتبقى شبه ملزقة، فيها نسبة تلزيقة بس مش كبيرة قوي. دي الطريقة اللي هتديكي فايش هاشش جدا وروعة ومساماته حلوة قوي. انا جبت العجينة بتاعتي دي كلها اهو، شايفين المطة حلوة ازاي. انا هقول لكم بقى نوع الدقيق اللي انا مستخدماه. ولو ان انا جالي انتقادات وجالي ناس قعدت تقول لي لما في الفيديوهات اللي فاتت ان انا بعمل اعلان، وانا هقول تاني اهو على النوع دي، وانا يا جماعه بعمل اعلان وباخد فلوس وبقبض قد كده. قلت نوع الدقيق تقولوا ده اعلان، ما قلتش نوع الدقيق تسالوني على نوع الدقيق انت مستخدمه دقيق نوع ايه. انا حيرتوني معاكم يا جماعه. المهم ان انا مستخدمه دقيق الجزاوي يا جماعه، انا بجيبه من كازيون. الدقيق ده سعره رخيص جدا وبصراحه قوي جدا، يعني بيدي معايا مخبوزات تحفه. كل المعجنات اللي بعملها بيه بتكون رائعه وسعره كمان رخيص. انا حبيت افيدكم بالمعلومه، مش حته بقى ان انا بعمل اعلان والكلام ده كله. انا ما بعملش اي اعلان لاي حاجه خالص لحد النهارده نهائي. المهم انا يا جماعه لما بعجن العجينه وتوصل معايا بالشكل ده بخمرها وهي متقطعه، يعني ما بسيبهاش تخمر الاول وبعدين اقطعها، لا انا بقسمها على 4 كرات متساويه على قد ما بقدر. وبعدين ببتدي ان انا اريحها بس لمده 10 دقايق. انا قسمتها على 4 كور وهغطيها طبعا. رشيت رشه دقيق بس بسيطه جدا عشان دي العجينه فيها نسبه تلزيق بسيطه. وبعدين هبتدي ان انا اغطيها بكيس واسيبها ترتاح مش تخمر. وخدوا بالكم العجينه دي مش تخمر معايا في المرحله دي خالص، انا هسيبها ترتاح لمده 10 دقايق بس، وبعدين هرجع لها تاني. هاخد بقى كل كوره وكوره هفردها. طب ليه يا جماعه ما بتخمرهاش؟ هقول لكم ليه. انا لو خمرتها العجينه ممكن تسيح منك. يعني ايه تسيح؟ يعني لما تيجي تفرديها هتقوم مرميه معاكي قوي فترق معاكي جدا. انا عايزه احتفظ بقوامها اللي هو وانا بفردها ما ترجعليش تاني، وفي نفس الوقت تكون مرتاحه. ده هيديني نتيجه افضل. جربوا واسمعوا الكلام واسمعوا التريكات دي هتفرق معاكم جدا. حطيت رشه دقيق بسيطه جدا على الكاونتر بتاعي، وبعدين اهو انا ابتديت اختبرتها اهو بفردها، ما لقيتهاش رجعت معايا تاني وهي مرتاحه 10 دقايق بس، ما ارتاحتش اكتر من كده. المهم ان انا قلبتها، خليت الوش الناعم من تحت وخليت الوش الخشن من فوق، وهبتدي ان انا اعملها زي بلوك كده مستطيل بسيط كده، وهعمل رول. وخدوا بالكم كل لما تضيقوا الرول او تضيقوا البرمه دي كل ما تبقى النتيجه افضل. مش هتديكم مسامات مفتحه، هتبقى المسامات بتاعتها مقفوله. وانا كل لما بعمل رول بتكه علشان تقفل معايا كل حاجه، عشان ما يبقاش فيها مسامات مفتوحه خالص. بقفل بقى كده بالشكل ده الرول كله. وكيلو دقيق اعمل معايا 4 رغفه من الفايش اهو. ده كده اول واحد
زي ما انتم شايفين طريقته سهله وبسيطه جدا. بصوا الفرده كمان لما بتيجي تفردي الموضوع سهل قوي وبسيط فوق ما تتخيلوا. برمت برضو التاني اهو وعملت الاربعه نفس الشكل. انا دهنه الصواني دي دهنه زيت بسيطه فوق ما تتخيلوا، فرشه بسيطه خالص، لان هي فيها ماده دهنيه كويسه مش وحشه، بس برضو دهنه الزيت البسيطه دي هتفرق معايا. هنا بقى في المرحله دي اللي هيخمر انا هسيبه يخمر على وضعه ده وهو رغيف كده. فانا دهنت دهنه زيت كده على الوش بسيطه علشان لما احط الكيس بتاعي واسيبه يخمر ما يلزقش الكيس فيه. فانا دهنت العيش بتاعي او الرغيف بتاعي دهنه بسيطه كده من الزيت، وبعد ساعه بالظبط بسيبه يخمر لمده ساعه. ايه يا شيماء ده ما خمرش قوي؟ هو ما بيخمرش اكتر من كده، مش هيوصل معاكي لاكتر من كده، هو خمر بس مش هيوصل لاكتر من كده. انا سبته ساعه وبعدين هدخله الفرن، وهو في الفرن بقى هتلاقوه حجمه تضاعف، وهي دي الطريقه المظبوطه ليه، ما تقلقوش خالص. تعالوا بقى نشوفه هو في الفرن وازاي بنسويه. انا حطاه على الرف المتوسط، مشغله المروحه ومشغله الفرن من فوق ومن تحت. ده لو عندك مروحه ما عندكيش عادي مفيش مشكله، بتشغلي من تحت بس. والحراره يا جماعه بتكون فوق المتوسطه 200، حراره 200، وبيقعد من ربع ساعة ل20 دقيقة، وممكن يوصل معاك ل25 دقيقة حسب فرنك. ما تقلقيش عليه خالص، هو ما شاء الله بيطلع واخد اللون الموحد. انا ما بشغلش عليه الشواية نهائي، ما بنشغلش الشواية خالص، هو بيتلون من فوق ومن تحت لوحده كده. بس طبعا ما بقطعوش خالص في وقتها، لازم يبرد تماما تماما. يعني سيبته ساعتين 3 كده برد، وبعدين ابتديت ان انا اقطعه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. انا كنت عامله 4 ارغفه، 2 لونهم كده والاتنين التانيين لونهم اغماء مني سنه، بس كان لونهم حلو قوي برضو، هوريها لكم دلوقتي. شايفين المسامات حلوه ازاي؟ حلوه جدا جدا، الفايش مظبوط لدرجه ما تتخيلوهاش. اهو دول بقى الرغيفين اللي كان لونهم مغمق شويه بس كانوا رائعين برضو، انا كنت حابه لونهم قوي. قطعتهم بقى كلهم بالشكل ده، وابتديت ان انا افردهم في الصاج بتاعي فرده كده، وهبتدي ان انا احمصهم في فرن يعني هادي بقى، حراره يعني 160، يقعد حوالي نص ساعه لحد ما ياخد تحميصه من فوق ومن تحت، وبيطلع بقى بالشكل القمر ده. حلو جدا، ريحته بتبقى رهيبه، طعمه ومقرمشته ولونه خطير 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 بجد. تجربه يعني اللي لسه مجربوش مش هيندم ابدا، لانه حلو جدا، بيبقى فيه بركه سبحان الله. حلو قوي على الفطار وعلى العشاء مع كوبايه الشاي بلبن وكوبايه الشاي الساده، تقدموه بقى للضيوف، تقدموه لنفسكم. يعني بصراحه حلو قوي قوي يا جماعه، رهيب. بس كده، وده فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وصفه جديده. طبعا يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان كان في كميه تانية في الفرن بتتحمص، بس انا استعجلت وحطيت لكم دي. هشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده، وشكرا ليكم، مع الف سلامه.